السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم بشرى. يواصل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مخططات تجديد صفوف المنتخب الجزائري بعد نكسة نهائيات منافسة كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، ويخطط فلاديمير بيتكوفيتش للاستمرار في ضم لاعبين جدد وإعادة آخرين إلى صفوف المنتخب الجزائري خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل، وسيكون 5 لاعبين تحت الرادار التقني البوسني من أجل معاينتهم في نهائي كأس الجمهورية والوقوف على قدرتهم على تمثيل كتيبة الخطر بحسب ما كشفته مصادر الموقع العين الإخبارية. ويعد يوسف بالليلي متصدر قائمة اللاعبين الخمسة المرشح انضمامهم إلى منتخب الجزائر خلال التربص المقبل، بالإضافة إلى زميله في نادي مولودية الجزائر زكريا النعيجي. وعلى مستوى المنظومة الدفاعية التي باتت تؤرقه، سيعاين بيتكوفيتش مردود قلب دفاع نادي مولودية الجزائر أيوب غزالة، بالإضافة إلى مدافع نادي شباب بلوزداد شعيب كدان الذي شارك في التربص الأخير. ويريد بيتكوفيتش منح الفرصة لحارس مرمى نادي شباب بلوزداد أليكسيس قندوز في حال ما أقنعه الأخير بمستواه في نهائي كأس الجمهورية.